السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده احنا جايبين فكره فيديو قويه جدا جدا جدا. بعد ما نخلصها ان شاء الله هتفهموا انا ليه قررت استغنى عن البلاي ستيشن 3 اللي موجود عندي خالص، اللي كنا عملنا عنه فيديو قبل كده. طبعا كلكم شفتوا الجمال اللي كان في اول الفيديو ده. النهارده هنتعلم سوا ازاي نعمل حاجه زي كده بالظبط، بل وبالعكس ازاي كمان نحسن عليها ونطلع منها باحسن نتيجه ممكنه. وانا متاكد ان شاء الله اللي هتشوفوه في الفيديو ده مش هيكون موجود في اي فيديو تاني اتكلم عن الفكره دي قبل كده. بكل اختصار النظام اللي هنشتغل عليه النهارده انت ممكن تخصص له هارد كامل وتخليه اساسي على جهازك زي ما انا عامل او زي ما انا هعمل النهارده. والاحلى من كده كمان ان انت ممكن تحطه على فلاشه بس تكون مساحتها كويسه عشان تقدر تشيل معاك داتا بشكل كافي وتتحرك بيها تشتغل بيها على اي جهاز. سافرت رحت قعدت مع حد حبيبك عايز تقعد تلعب معاه، حته فلاشه في جيبك ركبها في الجهاز، خلاص انت كده النظام بتاعك بقى معاك في اي مكان بنفس الالعاب بنفس كل حاجه موجوده عليه. وخلي بالكم ان نفس الفكره اللي بنعملها النهارده دي هي اللي بتتعمل في فكره الفلاشات اللي بتتعرض للبيع على فيسبوك او على يوتيوب او على اي موقع تاني، اللي هي يقول لك انت معاك جهاز العاب بالكامل على فلاشه في جيبك. هي بالظبط نفس الفكره اللي احنا هنعملها ان شاء الله النهارده. فانت ممكن تعمل نفس الفكره دي، خلي بالك، وتبدا بيها مشروع صغير تستفاد منه. اما بقى بالنسبه للامكانيات اللي هنشتغل عليها النهارده، فامكانيات الجهاز اللي انا شغال عليه كالاتي: عندنا البروسيسور هو الرايزن 5 3600 والبورده البي 450 اللي احنا كنا عملنا عنهم اول تجميعه في القناه خالص لو تفتكروها، وعندي كمان عليه رامات 16 جيجا مع كارت ار اكس 570 4 جيجا. طيب انا ليه بقول لك الامكانيات دي في اول الفيديو؟ انا بقولها لك لان انا قررت ان احنا نعمل الفيديو النهارده على التجميعه دي، بالرغم ان انا جربته على تجميعه ثانيه كانت ببورده جي 41 ورامات 4 جيجا، حاجه قديمه قوي يعني، واشتغلت عليها زي الفل ما كانش عندنا مشاكل. بس انا قررت النهارده نعملها على تجميعه اقتصاديه احسن شويه، بحيث ان انت تقدر تشوف الاداء اللي هيطلع من التجميعه بتاعتي عامل ازاي وتبتدي تقارنه بالتجميعه بتاعتك، هتطلع نفس الاداء ولا احسن منه ولا اقل منه حاجه بسيطه. عشان وانت بتظبط الاعدادات اللي هنتفق عليها ممكن مثلا تنزل في اعداد معين سنه لو جهازك اضعف بكتير من الجهاز اللي معايا، لكن لو جهازك زي الجهاز اللي معايا اقتصادي اللي هو تقريبا معظم تجميعاتنا دلوقتي او اقوى منه، فما تقلقش انت هتعمل نفس النتيجه اللي انا هطلعها لك ويمكن احسن منها كمان. فاحنا النهارده هنصور وهنشتغل على الجهاز ده عشان نوفر السرعه والوقت وكمان نشوف اقصى اداء ممكن، وانت قيس بقى على امكانيات جهازي امكانيات جهازك. وخلي بالك ان احنا واحنا شغالين على النظام نفسه انا هكون مشغل تسجيل الشاشه وده بياخد شويه من الاداء، ومع ذلك هتشوف بنفسك النتيجه عامله ازاي وان الدنيا زي الفل حتى وانا مشغل تسجيل الشاشه. وخلي بالك ان انا ما عنديش كارت شاشه خارجي، انا هسجل من على النظام نفسه، يعني هاخد من موارد الجهاز بتاعتي جزء اخصصها لتسجيل الشاشه، مع ان الكارت اللي عندي قديم والمعالج اقتصادي جدا جدا والبورده عاديه خالص. لكن الحقيقه انا خدت اداء محترم جدا جدا، خصوصا من العاب زي العاب بلاي ستيشن 3 اللي هي اساسا في الطبيعي بتعذبنا على ويندوز، لا بالعكس كانت شغاله مع النظام ده بشكل جميل جدا. وكمان انا عندي بلاي ستيشن 3 اصلا زي ما انتم عارفين وعملنا عنه فيديو قوي جدا الحمد لله عجبكم، بس انا عايز اقول لك ان كنت محتفظ بيه عشان يمكن احتاجه بعدين او نعمل بيه فيديوهات تانية عشان المحاكيات والكلام ده كله وعشان دعم الاصدارات بتاعته وسهوله التعديل بتاعته او التهكير. لكن عايز اقول لك ان انا بعد ما جربت النظام ده خلاص انا كده كده قررت ابيع البلاي ستيشن 3 ده نهائي. واتي واتي يلا نبتدي الاول بالحاجات اللي احنا محتاجين نحملها، وما تقلقش هوريك ازاي توصل لها بالسيرش، وكمان هسيب لك لينكات في الديسكربشن هتسرع عليك الموضوع كمان لو انت حابب تنجز شويه. النظام اللي هنشتغل عليه النهارده هو نظام باتوسيرا، وطبعا ده اسطوره في موضوع المحاكيات. هو في الاساس مبني على نواه لينكس وموجود فيه طبعا تيرمينال ممكن نستخدمه طبعا، وحاجات كتير هنشوفها سوا واحنا بنشتغل. وانا كمان هعلمك النهارده ازاي ترفع جوده الالعاب لدرجه انت مش متخيلها وتعيش الذكريات الجميله والالعاب اللي بتحبها وبجرافيك محترم كمان، خصوصا الجيل بتاعنا مثلا زي جيل التسعينات اللي حضر الاتاري والان اي اس والعاب كونترا والعاب سوبر ماريو بروس والكلام ده كله، وبلاي ستيشن 1 وبلاي ستيشن 2 كمان، بيبسي مان، حرب الخليج، الالعاب الحلوه اللي كنا كلنا بنحبها دي. وكمان الاجيال الجديده اللي حضرت من اول البلاي ستيشن 3 برضو هنلعب العابها برضو براحتنا خالص، يعني كل الاجيال هتعيش كل الذكريات بتاعتها. طبعا انا خدت وقت كبير جدا مع النظام وقعدت ادور فيه واتعلم فيه حاجات كتير، والحمد لله وصلت لنتيجه محترمه جدا زي ما انتم شفتوا في اول الفيديو وزي ما انتم شايفين قدامكم دلوقتي من حيث الشكل وجوده الالعاب وكل حاجه، وحقيقي انا مبسوط منه جدا. لكن دلوقتي ومع بعض هنمسحه خالص ونبتدي نشتغله من الصفر. انا همسح كل حاجه انا عملتها قبل كده وهنبتدي نسطب النظام ده بالكامل من الصفر تاني. هبتدي اخش على الديسك مانجمنت في الكمبيوتر مانجمنت، بنجيبها عن طريق ان احنا ندوس كليك يمين على زيس بي سي. لو انت عندك ويندوز 11 هتدوس شو مور اوبشن، لو ويندوز 10 هتلاقي مانج موجوده على طول، هيفتح لنا الواجهه دي هنختار منها ديسك مانجمنت عادي وهنبتدي ندور على الهاردات اللي عندنا. خلي بالك ان في قيد صغير هنا، ان انت طبعا ممكن زي ما قلت لك في الاول تشتغل بالنظام ده كنظام اساسي على هارد وتخليه عندك، وممكن تشتغل بيه على فلاشه. انا عن نفسي مسطبه على الهارد كامل اللي هو الهارد ال 500 جيجا اللي موجود قدامك
لك هنا ده. طبعا زي ما انت شايف هو في جزء منه 8 جيجا اتاخدوا للنظام نفسه، والجزء اللي فاضل ده اللي انا بخزن عليه الداتا بتاعتي. خلي بالك ان انا لو فتحت زيس بي سي هنا كده وبصيت مش هتلاقي غير ال 8 جيجا دول، الديسك الثاني اللي عليه الداتا كلها بيختفي من على الجهاز تماما. فانا كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هبتدي امسح النظام بالكامل زي ما انت شايف، وهبتدي اكريت ديسك جديد خالص ما فيهوش اي مشاكل، عادي جدا اكننا بنكريت اي ديسك في الدنيا تمام زي الفل ما فيش مشكله. اهو اتكريت عندنا زي ما احنا شايفين كده ديسك جديد بمساحه ال 500 جيجا الكاملين. خلي بالك ده اتش دي دي كمان مش ام دوت 2 ولا اس اس دي، فانا يعني عايز اقول لك ان انا مجربه على اسوأ حاجه ممكنه. طبعا لو جربت على اس اس دي او ام دوت 2 هتاخد نتيجه احسن بكتير. كده احنا بقى عندنا ديسك جاهز اهو 500 جيجا. خلي بالك ان للاسف انا جربت ما ينفعش تقسم الديسك ده نصين وتشتغل بيه، ما ينفعش تخلي مثلا 200 جيجا تسطب عليهم النظام والالعاب وتخلي ال 200 جيجا التانيين تستخدمهم في الويندوز عادي، للاسف مش هينفع الكلام ده. لازم تخصص له هارد مستقل بيه هو. طيب انت ما عندكش هارد يكفيه، خلاص يا باشا فلاشه 64 جيجا فيما فوق هتأدي الغرض وزياده، خصوصا ان الالعاب اللي هنتكلم عليها النهارده الالعاب القديمه معظمها حجمها صغير، الالعاب الكبيره هي الالعاب البلاي ستيشن 3 بلا نقاش. المهم خلاص احنا كده بقى عندنا ديسك 500 جيجا، هنبتدي نخش تاني على باتوسيرا عشان نحمل الفيرجن بتاعه. اول ما بتخش على الموقع بتاعه مجرد انت تكتب في جوجل مثلا باتوسيرا او باتوسيرا دوت اورج مثلا، هنا هو زي ما انا كاتب كده، هتخش على جيت باتوسيرا لينكس فيرجن 41، هتلاقي عندك اصدارات لاجهزه كتير جدا. خلي بالك لو دورت شويه هتلاقي ان الراسبري باي او الجي بي اي اللي هي دي الاجهزه اللي كنا بنشتريها زمان نلعب بيها لو انت تفتكرها. المهم احنا النهارده هنشتغل على اصدار البي سي، كل اللي هنعمله هندوس داونلود هنا كده هيبدا يحمل معانا. وطبعا عشان انا محمله قبل كده فهو ادانا انا الرساله دي، فانا هكنسل التحميل. وهو مجرد ما يتحمل وينزل معانا هتلاقيه ملف جي زد زي ده، مالكش دعوه بيه، ما تفكش ضغط ولا اي حاجه. يعني انت لو جيت هنا هتلاقي في امر لفك الضغط، لا ده ما بتفكش ضغطه، هيتساب زي ما هو. طيب عشان نحرقه احنا هنحتاج برنامج اسمه بالينا اتشر، ده ممكن برضه تحمله بكل بساطه عن طريق انت تيجي في جوجل هنا هتكتب بالينا اتشر، هتلاقيه هو اول موقع خالص هتخش عليه. التحميل بتاعه بسيط جدا ما فيهوش اي مشاكل، او هتقول له داونلود اتشر هيقول لك الفيرجنز. طبعا انا هختار الفيرجن بتاع الويندوز لان انا حاليا شغال على الويندوز. طب انت لو شغال على ماك او شغال على لينكس كل التوزيعات موجوده عادي، هتدي له داونلود، الموضوع ما بياخدش ثواني يعني، هيشتغل معاك. الداونلود حجمه حوالي 190 ميجا، انا طبعا برضو محمله قبل كده فمفيش مشكله مش هسطبه تاني. بعد ما تسطبه هينزل معاك بالصيغه دي، هتدوس عليه دبل كليك. خلي بالك هو يعتبر تنصيب صامت ما بيحتاجش اي حاجه خالص. بعد ما بيخلص هتلاقي على الديسك توب ظهرت عندك الايقونه بتاعته دي اهو زي ما انت شايف كده، هيشتغل معانا خالص تنصيب صامت ما بيحتاجش اي حاجه. بس كده خلاص كده البرنامج اتسطب واشتغل عندك، وهيتعمل له ايقونه على الديسكتوب زي اللي موجوده عندي دي. طيب بالينا اتشر بنستخدمه لو هنثبت النظام ده بشكل اساسي على هارد كامل، بحيث ان هو هيثبت في مكان معين ويشتغل عليه بشكل اوتوماتيك. طيب لو انت هتحرقه على فلاشه عشان تتحرك بيه زي ما احنا اتفقنا قبل كده، لا هتحتاج برنامج تاني انا بحبه اسهل منه بكتير واشتغلنا بيه كذا مره قبل كده في التجميعات اللي احنا اشتغلناها او في الانظمه اللي احنا جربنا نحرقها، وهو الروفوس. هتكتب برضه في السيرش بتاع جوجل روفوس وهتدخل على اول لينك بتاع الرسم بتاعه اللي هو الشكل ده لو تفتكروه، هتعمل داونلود لاخر فيرجن. والروفوس ده حجمه صغير جدا يعني حجمه عبيط 2 ميجا، هتعمل له داونلود وهنحطه جنبنا على الديسكتوب. يبقى عشان تعرف الفرق ما بينهم، بالينا اتشر بيستخدم لو هتسطبه على هارد هتحرقه على هارد كامل، لكن الروفوس لو هتحرقه على فلاشه كنسخه ويندوز او نظام تشغيل هيثبت على الفلاشه دي وهتتحرك بيه بقى في اماكن مختلفه. انا النهارده طبعا عشان انا هحرقه على الهارد بتاعي هستخدم بالينا اتشر. من الواجهه بتاعته هختار فلاش فروم فايل، هختار ملف الباتوسيرا دوت جي زد اللي احنا كنا نزلناه حجمه 3 جيجا 400 ميجا، هقول له اوبن. هيقول لي سيلكت تارجت. هنا بقى الفكره اللي انا كنت قلت لك عليها ان انت مش هينفع تسطبه على نص هارد، لازم تختار له هارد كامل. هنا ظاهر الهاردات بتاعتي، ده الباسبورت او الهارد المتنقل بتاعي ال 2 تيرا، ده الهارد ال 500 جيجا اللي احنا كنا اتفقنا عليه، ده الهارد اللي عليه النظام الاساسي. خلي بالك ان الديسك ده لو مقسوم نصين هتلاقيه هيكتب لك هنا مثلا دي واي مثلا على حسب انت قسمه ديسك او ديسكين مثلا او 3. تعال بسرعه نعمل تجربه سريعه مع بعضنا كده ان انا هقسم الديسك ده على ديسكين وهوريك انا اقصد ايه. انا مثلا هقسمه نصين مثلا وهعمل نص جديد اهو. طبعا زي ما انت شايف هنا اهو بقى في عندنا الهارد ال 500 اتقسم على ديسكين اهو. انا هفتح البالينا اتشر تاني، هختار الفايل الجي زد عادي مفيش مشكله، هختار التارجت هنا، هفتح شو هيدن دي. بص هنا بقى الهارد ال 500 عندي على ديسكين، ديسك الدي وديسك الاي، ما ينفعش تختار ديسك واحد منهم، لازم للاسف تختار الهارد كله. فتمام مفيش مشكله، انا هعمل سيلكت للهارد، هو كده اختاره، بيديني تحذير ان هو فاكر ان هو عليه النظام او عليه اي داتا، وبكل بساطه هقول له فلاش، هيحذرني تاني اهو، لان هو فاهم ان ده درايفر بتاع النظام. فما فيش مشكله، انا متاكد الحمد لله ان ده الدرايفر اللي ما عليهوش اي مشاكل وما عنديش فيه اي استخدامات ولا اي حاجه. هقول له يس اي ام شور، وهيبتدي يطلب مني تصريح وهيبتدي يسطب النظام. خلي بالك الخطوه دي ما بتاخدش وقت كبير، يعني الخطوه دي بسيطه جدا. هنستناها اما تخلص مع بعضينا وبعدين نكمل.
طيب زي ما احنا شايفين هو خلص التحميل الاساسي ودلوقتي بيعمل كشف بس سريع للنظام. الموضوع ما بياخدش اكتر من دقيقتين دقيقتين ونص بالكتير يعني. ممكن نعمل سكيب طبعا للخطوه دي بس انا ما افضلش الكلام ده. بس تمام كده خلاص هيظهر لك الاشعار ده لو انت كنت بتعمل اي حاجه تانية. الموضوع بالكامل ما خدش اكتر من 5 دقايق. بص بقى عايزك تلاحظ معايا حاجه مهمه، الديسكين هنا ما عادوش ظاهرين خلاص، الدرايفر كله اختفى. مع اول تشغيل للنظام هيظهر لك بس ال 8 جيجا اللي كانوا ظاهرين عندي في الاول، لكن بقيه ال 500 جيجا او بقيه الهارد بتاعك مش هيظهروا تاني. كده احنا مش محتاجين من بالينا ارشر حاجه تانية، في شويه خطوات بسيطه جدا هنعملها واحنا موجودين على الويندوز هنا عشان لما نروح على باتوسيرا ما تضطرش تلف لفات كبيره زي اللي انا لفيتها. انا عشان قعدت العب فيه واخبط فيه كذا يوم فخلاص انا لخصت لك الموضوع كله في كام خطوه بسيط جدا. طيب خطوه اساسيه تانية احنا محتاجين نعملها عشان ما نضطرش نستخدم فلاشات في نقل الملفات او الكلام ده كله. انت هتيجي على الديسك توب عندك مثلا هنا هتعمل ملف تسميه باتوسيرا، هتقول لي هنستخدم الملف ده في ايه؟ هقول لك هنحتاجه جوه الباتوسيرا نفسه لما نيجي نبتدي ننقل ملفات بايوس والعاب وكلام من ده. هنحتاج ان الموضوع يكون سهل الوصول ليه. انا عادي اعمل ملف عندي على الديسك توب هنا واسمه باتوسيرا وهوريك ازاي نوصل له عادي جدا من على الباتوسيرا نفسه. لما نخش عليه هتخش عليه وهتبتدي تحمل اول حاجه ملف البايوس. طبعا هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن، اللينك ده انا اللي رافعه وامان ما تقلقش من على موقع ميجا مفيش اي مشاكل فيه. بعد ما تحمله هينزل معاك بالشكل ده جوه ملف الباتوسيرا. هنا هتقوم عامل له كليك يمين كده وهتيجي على الوينرر هنا مثلا لو انت عندك ويندوز 11 ولو عندك ويندوز 10 هتظهر لك زي دي برده. هتيجي على الوينرر هنا وهتعمل له اكستراكت جوه ملف لوحده عشان الدنيا ما تتلخبطش وتخش جوه بعضيها. هنستناه يخلص الاكستراكت مع بعضينا كده. خلص اكستراكت. انا عشان ننظم الدنيا مع بعضينا الحاجات اللي احنا خلصناها هنشيلها. نسخه الباتوسيرا نفسها ما عدتش محتاجها والبايوس ما عدتش محتاجه ولا بالينا وانت محتاج. طبعا بعد ما يتفك معاك هيتفك في ملف زي ده كده في 4 ملفات مهمين هنسيبهم زي ما هم دلوقتي. هقول لك هنعمل بيهم ايه بعدين. نبتدي بعد كده بقى تحميل الالعاب. زي ما انت شايف هنا انا محمل العاب اتاري باصدارين مختلفين. محمل العاب الان اي اس اللي هو النينتندو انترتينمنت سيستم اهي برضو ما فيش مشكله فيها. هبتدي اوريك ازاي تحمل كل الكلام ده كله دلوقتي. طيب العاب الاتاري للناس اللي حضرت الجيل بتاعت زمان بنحملها ازاي؟ هنفتح عادي متصفح جوجل. احنا مثلا عايزين نحمل العاب الاتاري هنكتب في السيرش بتاعه اتاري رومز باك. هي الكلمه كده كامله على بعضيها هيفتح لك الاركايف بتاع الانترنت. الموقع ده مشهور جدا للناس اللي بتحب الحاجات القديمه والكلام ده كله. طيب هندخل عليه هنلاقي ان ده اصدار الاتاري ال 2600. طبعا دي مكتبه العاب اتاري كامله على ما اتذكر كانت حوالي 200 لعبه 150 لعبه حاجه زي كده. حجمها كله اول عن اخر 1.9 ميجا. حجمها تافه جدا بس خلي بالك كل ما هنحدث او كل ما هنطلع باصدار المحاكي اللي بنلعب بيه حجم الالعاب هيكبر. انت من على الموقع هنا خالص ده طبعا مش هسيب لك اللينك بتاعه والموضوع بسيط جدا. هتيجي على علامه 7 زد هنا دي بلاش التورنت وهتقعد تدوس على الداونلود اللي جنبها دي كليك واحده بس. الداونلود هيبدا معاك. طبعا انا محملها قبل كده فمفيش مشكله فيها. بعد ما تحملها هتظهر معاك في ملف زي ده باختصار 7 زد. مش لازم تجيب البرنامج بتاع 7 زد، هتدوس عليها كليك يمين عادي خالص زي ما عملنا قبل كده وباستخدام الوينرر هنعمل لها اكستراكت. بعد ما تخلص اهي بص يعني ده 770 لعبه ما شاء الله يعني. المهم هتلاقي الالعاب عندك ظاهره كلها كده بامتداد دوت بن في الاخر كده مفيش مشكله. طيب انت دلوقتي هتحتاج كمان العاب الاتاري 7800. طبعا انا بديك امثله انت ممكن تحمل اي محاكي يخطر على بالك من المحاكيات اللي هنقولها جوه دلوقتي دي. انا هضيف بس 7800 من على نفس الموقع اهو. هتخش هتلاقيها 1.6 ميجا نفس الكلام من 7 زد هنا برضو. هيظهر لك الداونلود. اعمل داونلود مفيش مشكله عادي خالص. هيظهر لك برضو نفس فكره الملف. هتعمله كليك يمين اكستراكت. طيب الاكستراكت كله انا عايزك تعمله من على الويندوز من هنا لان الاكستراكت جوه باتوسيرا موضوع مقرف شويه. انا بعرف اعمله بس الموضوع مقرف هتحتاج تستخدم التيرمينال وكلام من ده. طيب بعد ما استخرجنا الاتاري 7800 اهو هنلاقي جواه 3 اصدارات عادي. كل اصدار ده فيه 88 لعبه وده فيه 7 العاب وده فيه 51 لعبه. خلاص كده احنا حملنا اصدارين. كده احنا مثلا خلصنا من العاب الاتاري. طيب العاب الان اي اس هتيجي مثلا برضو نفس الكلام هنا. هتكتب هنا ان اي اس رومز باك نفس الكلام برضو من على نفس الموقع اهو. هتلاقي ممكن صفحه مختلفه ولا حاجه عادي هتنزل تحت. طبعا بص بقى الان اي اس حجمه قد ايه. طيب انا ليه محمل ان اي اس؟ لان انا بعد ما قعدت العب فيه شويه كنت بدور على لعبه سوبر ماريو اللي احنا بنحبها وعارفينها اللي انت شفتها في اول الفيديو، وكنت بدور على لعبه كونترا الالعاب اللي كنا بنلعبها على اللي احنا كنا بنسميه زمان واحنا صغيرين اتاري اللي كان على شكل كيبورد او بتاع مربع كده بتحط فيه الشريط من النص للجيل بتاع اللي يفتكر. فلما دورت لقيت ان دي العاب الان اي اس اساسا فقمت محملها عشان انا هموت والعب الالعاب دي بصراحه. نفس الفكره برضو هتيجي هنا هتلاقي في كذا صيغه. اختار الزب منها بلاش التورنت بلاش البي ان جي. هتختار الزد اي بي هنا اهوت. هتدوس على علامه الداونلود اللي هتظهر جنب منه هيديك داونلود على الجهاز على طول. طيب زي ما احنا شايفين خلاص نزل اهو. هحطه في نفس الملف. خلي بالك التنظيم ده مهم عشان ما تتعبش جوه باتوسيرا نفسه. هنعمل له كليك يمين اكستراكت. الملف ده ضخم يا جماعه. الملف ضخم بشكل انتم مش متخيلينه يعني. هنفتح اول ان اي اس اهوت. عندك العاب بكذا اصدارات. العاب اللي نزلت لاوروبا
1368 لعبه، لليابان 1300 لعبه، ما اعرفش ايه. كل ملف من دول مليان العاب، يعني كل الالعاب. فاكرين الشريط اللي كنا بنشتريه زمان كده اللي مكتوب عليه 99999، هو ده الملف، هو ده قد الملف اللي انت بتدور عليه. طيب كده يبقى احنا حملنا العاب الاتاري، حملنا العاب الان اي اس. ندخل بقى على العاب البلاي ستيشن 1. هنا الكلام هيبتدي يختلف حبتين ثلاثه. لو جينا مثلا في جوجل هنا كتبنا البي اس 1 او البي اس اكس، خلي بالك ممكن تتكتب الاثنين رومز باك عادي خالص زي ما احنا بنعمل كل مره. هتلاقي برضو على انترنت اركايف مكتبه برضو كامله لالعاب البلاي ستيشن 1 حجمها 3 جيجا. طيب المكتبه دي فيها العاب ايه وما فيهاش العاب ايه؟ الكلام ده بقى بيختلف بقى. انا مثلا دخلت على هنا على شو اول، هلاقي مثلا دي الالعاب اللي موجوده في المكتبه دي: لعبه اس كومباكت، لعبه كراش بانديكوت، جراند توريزمو، ميدل اوف اونر، نيد فور سبيد هوت بيرسيوت، شويه العاب من العاب البلاي ستيشن 1. طب يا عم انا مش عايز الالعاب دي، انا عايز العاب ثانيه. خلاص بكل بساطه هترجع للسيرش بتاع جوجل كده وهتكتب بس البي اس 1 رومز وهتدوس اوكي. في كذا موقع انت ممكن تحمل منه الروم بتاعه البلاي ستيشن 1 والبلاي ستيشن 2 والبلاي ستيشن 3. طيب انا مثلا كنت بحمل من رومز فن. في موقع تاني برضو ممكن تستخدمه اسمه coolrooms.com، برضو مش وحش، عقيم شويه حبتين ممكن، بس مش موقع وحش برضو. طيب ايا كان عادي. انا مثلا من على البي اس اكس اهو رومز فن مثلا، انا هدخل هنا. ده مثلا موقع انا كل المشاكل اللي واجهتني معاه ان هو ما فيهوش سيرش، بس خلي بالك اهي العاب البلاي ستيشن 1 كلها هنا اهي. بس في حاجه يعني انت عندك الحجم ظاهر وعدد التحميلات وكلام من ده والتقييم بتاعها. دور يا باشا على اللعبه اللي انت نفسك فيها من بلاي ستيشن 1 وحملها. طبعا تيكن 3 لا نقاش، طالما بلاي ستيشن 1 تيكن 3. خلي بالك انا وانا بختار الالعاب بصراحه عشان نجربها مع بعضينا، اخترت الالعاب اللي انا بحبها ولعبتها وانا صغير. موقع تاني زي كل رومز مثلا برضو الجمال في انت تيجي على رومز هنا مثلا تختار بلاي ستيشن 1، مفيش مشكله في الكلام ده. هتلاقي الالعاب المشهوره هي موجوده فوق. كراش طبعا الجيل بتاعنا، بيبسي مان مش محتاجين نتكلم. هتلاقي مثلا تيكن 3 في الاول هنا. طيب انت مثلا محتاج لعبه بعينها. انا مثلا وانا بحاول احمل كنت عايز لعبه بيبسي مان، جيت عند مثلا الليترز هنا اهو وخدت حرف البي عشان بيبسي مان. طبعا ممكن طبعا تيجي هنا تعمل كنترول واف من الفاين، تكتب بيبسي، تكتب بيبسي مثلا وتبتدي تشوف في السيرش بتاعه او في النتائج بتاعته اهي. هتلاقي العاب بيبسي مان كلها جنب بعضيها اهي. انا اخترت عادي مثلا هنحمل لعبه بيبسي مان اهي الاولانيه. ادي اللعبه قدامك اهي. وخلي بالك بص هو هنا رافع الدقه فيها جامد يعني لو انت واخد بالك. هتنزل تحت خالص هنا هتلاقي داونلود فايل، هتدوس عليها مالكش دعوه بالرساله دي. هتقول نو ثانكس، كونتينيو تو داونلود بيبسي مان. برضه هي كليك واحده كام ثانيه التحميل يشتغل معاك الدنيا زي الفل اهي. طيب انا مثلا في العاب البلاي ستيشن 1 هنا اهو بيبسي مان اهي مثلا هي اللي احنا حملناها عادي خالص، هي حجمها 120 ميجا اهي حملتها مثلا. طب عايزين نحمل لعبه تيكن 3 مثلا. لعبه تيكن 3 كانت موجوده في كذا مكان، موجوده مثلا على رومز فان. انا برضو بوريك طريقه تحميل من كذا موقع. طيب انا عايز احمل تيكن 3 من هنا، هدوس عليها وادوس داونلود ناو. هتلاقي عندك اصدارات كتير. خلي بالك ان باتوسيرا اوبن ريجن، يعني مش لازم مثلا تختار النسخه بتاعت اوروبا ولا اختار بقى النسخه بتاعت اليابان ولا النسخه بتاعت امريكا، لا هو فري ريجن. بس انا لما دورت شويه دائما اختار نسخه اليابان، نسخ اليابان او نسخ امريكا، لان دي النسخ اللي بتدي دعم اطارات احسن لما بنرفع الجوده. طيب هتدوس على تيكن 3 يو اس اي اهي مثلا. خلي بالك من مشكله الاعلانات. انت مثلا دوست على يو اس اي ده مثلا ممكن يروح طالع لك اعلان، لا اقفله، لازم تفضل في نفس الصفحه. لو وداك لموقع تاني ما تحملش منه حاجه ومالكش دعوه بيه خلاص. انت يعني لو دوست عليها مثلا مره او لو فتح لك مثلا اخترت اي حاجه تانية فتح لك موقع اي كان ايه هو مالكش دعوه بيه، ما تحملش منه حاجه. التحميلات بتتم كلها من على نفس الموقع. هيظهر لك شريط التحميل اللي فوق بياخد كام ثانيه وهيظهر لك داونلود اللعبه. مجرد ما تدوس عليها هيبتدي الداونلود معاك عادي خالص اهو زي ما انت شايف كده. طيب يا عم لا انا عايز احملها من على كل رومز مثلا. هنيجي تاني على رومز هنا اهو نختار البلاي ستيشن 1. طبعا تيكن 3 كانت من اقوى التحميلات تقريبا او من اكتر التحميلات، فهتلاقي اول واحده ايه اختار تيكن 3. هنا بقى مش هيجيب لك ريجنز ولا الكلام ده كله، وهنا بينجزك على طول برده زي ما عملنا قبل كده داونلود فايل نو ثانكس كونتينيو. تمام الدنيا زي الفل. طيب يبقى احنا كده مثلا حملنا بيبسي مان وتيكن 3. انا كنت بحاول احمل حرب الخليج، يعني لو تفتكروها ميتال جير او كان اسمها ميتال سلاج اكس. حملت بالغلط ميتال جير الجزء الاول سوليد، الجزء الاول خالص بصراحه، واتبسطت اول لما شفته لاني كنت بسمع عنه كتير. عقبال ما ان شاء الله ما نشوف الريماستر بتاعه. طيب تعالوا مع بعضينا بقى واحنا في الفيديو عمل اهو نحمل مثلا ميتال جير او ميتال سلاج اكس مثلا. ناخد حرف الام. هتلاقي طبعا كل حرف الام هنا كل رومز ده ما فيش لعبه مش موجوده عليه تقريبا. طبعا لما نقعد ندور هنعمل كنترول واف عشان نجيب فايند وهنكتب ميتال تقريبا كده اهي ميتال سلاج اكس. الحمد لله طلعت مظبوطه اهي. طيب انا عندي لعبتين هفتح الاثنين اشوف كل واحده فين بتقول ايه. طبعا يا سلام على الذكريات والجمال بتاعها. سوبر فيكل انا مش عارف ايه الاصدار ده بصراحه، فانا هخليني في الاصدار العادي اهو ميتال سلاج اكس عادي خالص اهي. داونلود فايل نو ثانكس. داونلود 32 ميجا. والله العظيم احنا كنا غلابه زمان. دي كان لها اسطوانه بحالها 700 ميجا ما اعرفش ليه. تمام هناخدها هي نحطها في ملف البلاي ستيشن 1 عشان نبقى نحملها واحنا شغالين ان شاء الله. كده احنا عندنا 4 العاب اهي. طيب انا الشيطان لعب في عبي فجيت اشوف ايه الاصدار الثاني. لا في حاجه في اختلاف في الاصدار. تقريبا الاصدار ده جودته اعلى. تعالى برضو نحمل الاصدار الثاني ويبقى نجرب الاثنين جوه مش مشكله. طيب كده احنا حملنا 4 العاب للبلاي ستيشن 1 اهوت، واللعبه الخامسه بتنزل. اما اللعبه الخامسه دي تخلص تعالى هقول لك احنا بنعمل ايه في الالعاب دي. طبعا الالعاب كلها 7 زد
او زب ماشي، كلها مضغوطه. كل اللي انت هتعمله ان انت هتيجي على كل لعبه كليك يمين اكستراكت وسيبها جوه ملف، ما تعملهاش اكستراكت بره، لان في العاب زي ما انت هتشوف مثلا كده بيبقى جواها ملف او ملفين احيانا. يعني تيكن 3 دي انا فاكر ان هي كانت 3 او 4 ملفات، استنى اما تخلص ونشوف سوا اهي. تيكن 3 3 4 ملفات، الدنيا هتتعك في بعضيها. انا عايزك بص، يعني انت لو تاخد بالك انا منظم كل حاجه، الاتاري لوحده، الان اي اس لوحده، ملف البايوس لوحده، البلاي ستيشن 1 تاخر دي كده، البلاي ستيشن 1 اهو لوحده ماشي. لعبه ميتال سلاج الجديده كمان خلصت اهي، او الاحسن منها خلصت. طيب احنا كده فكينا تيكن 3 بسرعه. انا هسرع لك الشاشه دلوقتي، انا هفك كل الالعاب كده. احنا عندنا اهو الاربع العاب المضغوطين، وادي الاربع العاب بعد ما اتفكوا خلاص. عادي انت ممكن تمسح دول من دلوقتي مفيش مشكله، او ممكن تخزنهم في مكان تاني امان. انا عادي هسيبهم هنا مؤقتا لحد ما نخلص الفيديو مع بعضين. طيب ادخل مثلا على لعبه ميتال جير سوليد مثلا اهي، هتلاقيها ملفين عادي، بننسخ الملفين مفيش مشكله. طيب لعبه ميتال سلاج اكس مثلا برضو نفس الكلام، ملفين. ملف الاتش تي ام ال ده ممكن تمسحه ملوش لازمه، بس يعني ايه انا هسيبه احتياطي. ميتال سلاج اكس مثلا سوبر فيكل ده تقريبا اصدار محسن منها، وطالما خلي بالك في العاب البلاي ستيشن 1 اصدارات اليابان هي احسن اصدارات. بيبسي مان اهي نفس الحكايه. خلاص احنا كده تقريبا بيبسي مان انت واخد بالك انها ايزو مفيش مشكله، هشرح لك الكلام ده. لكن مثلا ميتال سلاج اكس مثلا دوت بين، طيب مثلا تيكن مثلا دوت بين مفيش مشكله عادي، يعني ما تقلقش من اختلاف الصيغ ده مثلا. كده احنا خلصنا العاب البلاي ستيشن 1. نيجي على العاب البلاي ستيشن 2 عادي جدا من نفس الموقعين اللي كنا شغالين فيهم. هتيجي هنا على رومز بلاي ستيشن 2، وبرده من هنا برده هنختار رومز وندور على بلاي ستيشن 2. خلي بالك يعني انا بالنسبه لي كل رومز اسهل، هو عقيم ومقرف في السيرش بس اسهل بكتير من ده. اهو بلاي ستيشن 2 برده نفس الكلام. عيش بقى حياتك يا باشا، ذكريات بقى الزمن الجميل، ريزيدنت ايفل 4، جي تي اس سان اندريس، العاب جاد اوف وور. طبعا يعني انا بالنسبه لي ممكن اشتغل على المحاكيات دي عشان العاب جاد اوف وور بس. سماك داون بالجيل بتاعي، فاكرين احنا كنا بنعمل ايه كويس في اللعبه دي. موست وونتد طبعا على كل العاب بلاي ستيشن 2 موجوده، وهنا برده نفس الكلام بس هو هنا مسطرها لك. انا تقريبا اللي انا اخترتها للبلاي ستيشن 2 كانت لعبه دراجون بول زد، لان كنت بدور على اللعبه اللي كنا بنقعد نلعبها زمان، ان احنا مصارعه دراجون بول او الحاجه اللي هي دراجون بول اللي على شكل تيكن، فكنت مبسوط بيها. بس برضه تعالوا واحنا مع بعضنا في الفيديو هنا نجرب مثلا نجيب جاد اوف وور عشان طبعا الذكريات والحنين. انا هعمل لها داونلود، يا رب ما يكونش حجمها كبير، 5 جيجا طبعا مش هنزلها. فمعلش سامحوني، انا اخترت بس لعبه واحده بس، دراجون بول زد، ووريتكم طريقه التحميل من على كل رومز. تعالى برضه اوريك طريقه التحميل مثلا من على رومز فن. تعالى مثلا نفترض ان احنا هنختار لعبه يكون حجمها صغير مثلا، من هنا نحملها. كل الاحجام موجوده. انا سامحوني انا كنت بختار احجام صغيره بصراحه عشان ايه اقدر اتدرب على الفيديو كويس. يعني اعتبر ان احنا هنختار اللعبه دي مثلا، هندخل على دراجون بول زد مثلا. والله هي دي اللعبه اللي انا كنت عايزها تخيلوا، يعني انا بدور هي دي اللعبه اللي انا كنت عايزها. لا ده هي دي اللعبه اللي انا نزلتها. هتخش على داونلود ناو، عندك اصدار يو اس اي اهو زي ما احنا اتفقنا 973. هو ده فعلا الاصدار اللي انا نزلته اهو 973 تقريبا اهو، هو ده الاصدار اللي انا نزلته. هتختار مثلا اهو، اتاكد ان التحميل هيبدا من جوه الموقع نفسه اهو، داونلود كليك واحده خلاص انتهى المشكله على كده. خلاص كده بدأ التحميل، الموضوع انتهى على كده. طيب انا كده شرحت لك من على كل ازاي تحمل على كل رومز وازاي تحمل من على رومز فن. طيب هتنزل معاك اللعبه بالشكل ده برضه نفس الكلام، هنعمل لها كليك يمين اكستراكت. خلاص هي اتفكت اهي عندنا اهي، ملف ايزو عادي خالص، العاب بلاي ستيشن 2 تقريبا كلها ايزو. طيب تحميل العاب بلاي ستيشن 3 برضه نفس الكلام، مش هنقعد بقى يعني ايه، هي في السريع اهو بلاي ستيشن 3 من هنا اهو، وادي رومز بلاي ستيشن 3 اهو. اختار اللعبه اللي انت نفسك فيها مثلا من هنا. تعالى ممكن بقى تختار لاست اوف اس بس 30 جيجا، ما اعرفش بلاك اوبس 4 4 جيجا وشويه، ريد ديد ريديمشن، جاد اوف وور استنشن، يعني عيش حياتك. ميتال جير سوليد 4 نفسي العبها بصراحه لان انا لعبت فانتوم بين. اختار اللعبه اللي انت نفسك فيها وحملها مفيش مشكله. انا تقريبا هنا كنت مختار لكم لعبه انا بحبها وليها ذكريات معايا، كانت ريزيدنت ايفل 4 3 جيجا ونص. انا برضو اخترتها عشان الحجم للامانه وعشان انا بحبها. بلاي ستيشن 3 مثلا، تعالى نفترض ان احنا هنحمل ميتال جير مثلا 25 جيجا وشويه، داونلود ناو اهي. هتلاقي عندك كذا اصدار برضو، تعالى ندور في اصدار اليابان اهو. بص بقى ده اللي بكلمك فيه، اصدار اليابان فيرجن 2.1، لكن اصدار امريكا كان فيرجن 1 ونزل منه فيرجن 2، فاصدار اليابان هو احسن اصدار او احدث اصدار. طبعا مكتبه ضخمه يا جماعه، البلاي ستيشن 3 مكتبه ضخمه جدا، عشان هنا كده قلت لك اختار حجم كويس، ولو هتحمل على فلاشه اختار فلاشه يكون حجمها كويس لو ناوي تلعب على العاب بلاي ستيشن 3. لكن على بلاي ستيشن 2 والبلاي ستيشن 1 والاتاري والمحاكيات كلها صغيره. طيب بعد ما تحمل العاب بلاي ستيشن 3 بقى، خلي بالك بقى عايزك تركز معايا في البلاي ستيشن 3 هنا وجوه المحاكي. كليك يمين اكستراكت. العاب البلاي ستيشن 3 خلي بالك انت ممكن تحملها من 1000 موقع مختلف. يعني لو كتبت هنا مثلا بلاي ستيشن 3 رومز، انا فاكر ان انا كنت بحمل من على مواقع تانية. يعني انا روم بيور ده حملت من عليه فتره، ولما كان عندي اكس بوكس 360 حملت من عليه العاب في فتره. يعني انت ممكن تحمل العاب من 1000 موقع. الفكره بقى كلها فين؟ في صيغه اللعبه لما بتنزل. العاب بلاي ستيشن 3 هتنزل لك حاجه من الاثنين، يا هتنزل لك ايزو يا هتنزل لك ملف باكج. في الحالتين ما تقلقش، الاثنين اسهل من بعضيهم، بالعكس الايزو اسهل واحد فيهم. ملف الباكج ده انا اخترته لان هو اللي مقرف، او هو اللي فيه كذا خطوه ورا بعضيها. عشان طبعا لو انت مثلا عندك بلاي ستيشن 3 وعندك مكتبه على هارد، والمكتبه دي كلها ملفات باكج عشان تحملها بالهنا على
على طول ما تنقلهاش عادي، انا هشرح لك طريقه الباكج اللي هي الرخمه، وكمان واحنا جوه هقول لك طريقه الايزو كوبي وبيست وخلصنا على كده. مع العاب بلاي ستيشن 3 هينزل لك دايما ملف اسمه رام، الملف ده مهم ما تمسحوش، ما تجيش ناحيته خالص كده. احنا كمان شرحنا تحميل العاب بلاي ستيشن 3. انا برضو حملت لعبه وي فتمام، يعني انا حملتها بس عشان اجرب المحاكي بتاعها. طيب تعالى باختصار كده بقى نقول احنا كده هنا عملنا ايه في الجزء ده من الفيديو. احنا هنا شرحنا تنزيل الباتوسيرا نفسه كملف التسطيب بتاعه، وازاي كمان نحرقه على هارد من الهاردات زي ما احنا شفنا مع بعضينا. شرحنا تحميل ملفات البايوس بتاعته، شرحنا تحميل محاكيات الاتاري والان اي اس كتجربه على الاجهزه القديمه، شرحنا تحميل الالعاب بتاعه البلاي ستيشن 1 و2 و3 والوي نفس الكلام، مفيش مشكله. كده احنا خلصنا شق العمل اللي ممكن يخلص من على الويندوز كله. الشق اللي جاي كله ان شاء الله هيبقى على باتوسيرا.